السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. واضح إن الظروف المناخية هتفضل أزمة كبيرة لكأس العالم للأندية في أمريكا. مباراة بنفيكا وتشيلسي وقفت 116 دقيقة. تخيلوا مباراة تبدأ الساعة 11 تخلص 4 تاني يوم، واصلة يومين ببعض. انتهت طبعا بفوز تشيلسي 4-1 بعد ما كان تشيلسي تقدم 1، فحصلت الظروف الرعدية، وقفت المباراة. لما رجعوا اتعادل بنفيكا في ال7 دقايق المستقطعة اللي كانت باقية، وبعد كده تشيلسي تدارك الأمر في الإكسترا تايم وسجل 3 أهداف. بس الشاهد في ده إنه ده بقى مستهجن جدا. يعني طلع انزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي قال لهم يا جماعه ده مش كوره، ده تهريج. اللي حصل ده انا اشوفه ده فوضى وتهريج، لا يمكن يكون كاس عالم ولا كوره. لانه انا كمان عندي مشكله كبيره جدا، الماتش يقف ساعتين، اللعيبه تدخل يكلموا اسرهم عشان يطمنوهم، ياكلوا ويشربوا، لانه خلاص انت في وقت طويل قوي. فقال لك في صعوبه ان انا لا هقدر احافظ لهم على التركيز بتاع المباراة، ولا اقدر اخليهم يستنوا الوقت ده كله من غير ما يمارسوا حياتهم الطبيعية. فواضح انه دي هتبقى المشاكل لكأس العالم السنة الجاية للمنتخبات. عموما تشيلسي صعد، هيقابل بالميراس اللي كان تأهل ايضا قبلها بيوم. بمناسبة كأس العالم والناس اللي بتتكلم الاهلي شرف مصر ولا ما شرفش مصر، أرجوهم يسمعوا تصريحات السيدة السفيرة هويدا عصام، القنصل العام لمصر في الولايات في نيويورك والساحل الشرقي لأمريكا. تصريحاتها المهمة جدا للقناة اون سبورت، لأنه السفيرة بتقول يا جماعة الأهلي قدم نموذج حضاري رائع جدا لمصر، وإن هي معجبة جدا بالعمل الإداري، واللي وصفته انه تصرفات الاهلي بادارته وبعثته تصرفات فيها حضاره. بتشيد جدا بالمهندس سمير عدلي مسؤول الاتصالات الخارجيه في النادي، واللي كان على تواصل معاها على طول. فقالت انه العمل الاداري في النادي الاهلي بيتصف بالاحترافيه والحضاريه، وقالت حضوره كان مؤثر وكان مشرف جدا، وانه يعني قدم صورة طيبة جدا لمصر في الولايات المتحدة. ده كلام سيادة السفيرة هويدا عصام، اللي قالت انه الاهلي بخبراته وبطولاته عامل تاريخ كبير جدا، وكان له حضور مؤثر في نيويورك. بمناسبة الاهلي وحضوره وتأثيره، الناس كلها شغالة على حتة الصفقات او بيع اللعيبة، وكل شوية وسام في المزاد، وسام ابو علي. بالحقيقة الكابتن مصطفى عبده واحد من الناس اللي حسمها. في ظهوري امبارح في الMBC مع الزميل ابراهيم فايق، المجري قالها بوضوح: انا مش مع ان وسام يمشي او اي لاعب في الفرقة اساسي يمشي، وقال ان انا بطالب ان احنا نحافظ على هذا الفريق اللي اتبنى بشكل كويس قوي، ووصلت ان يبقى عندك فريق قوي حافظ عليه. طيب ما هو وسام لو جاله عرض قال لك ان شاء الله يجيله 20 مليون، ما بيعش السنه دي لان عايز اجيب دوري الابطال وحافظ على هذا الفريق بقوته. انا مع المجري طبعا في الكلام ده، وقلتها مرارا وتكرارا. الزن اللي في برامج كتيره عمال تعمله في كل القنوات شغاله على الجزئيه ديت، كل شويه لازم ان الاهلي واوضه اللبس. يا عم انتوا هتنعوا هم الاهلي اكتر منه؟ الاهلي يعرف يدير اموره كويس. الاهلي اللي بتوصف السفيره القنصل المصري في نيويورك انه عنده قدر عالي من الاحترافيه والانضباط والحضاريه في تصرفات مسؤوليه، هو اللي يقدر يدير اموره بشكل كويس قوي ويضبط مش اوضه اللبس، بيت اللبس كله يا سيدي، مش الاوضه بس. يقدر الاهلي يظبطها ويقدم لجمهوره ان شاء الله تعالى الفرقه اللي تقدر تحقق طموحاته. في السياق ده طبعا
جهود شغالة في عملية بيع، شراء، إعارة، تمديد، تجديد، تعديل. كل الألفاظ دي هي اللي في الملف الكروي بتاع الأهلي اليومين دول. تقريبا محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا تقريبا واقف على بوابة النادي. تاتشات بسيطة في إنهاء انتقاله إلى النادي الأهلي. وشكري واحد من ولاد النادي. شكري واحد من ولاد الأهلي اللي اتربى في قطاع الناشئين، وبعد كده اتحرك إعارة وتحولت الإعارة إلى بيع، وبعد كده السنة اللي فاتت كان خلاص قاب قوسين أو أدنى من العودة، لولا حصل إصابة له عمل عملية. والحمد لله السنة دي رجع بشكل كويس ومؤدي فترة كويسة يستحق عليها العودة للأهلي. كمان عندك عمر الساعي، زي ما أعلن النادي المصري في بورسعيد إنه السيد كامل أبو علي قال إنه هو أتم الاتفاق مع الكابتن محمود الخطيب على انتقال عمر الساعي إلى المصري. ففي طريق الخروج عمر الساعي بنتمنى له التوفيق، سواء على سبيل الإعارة إلى المصري أو على سبيل البيع وأولوية الشراء. هنشوف التفاصيل في اللي هيتم الاتفاق عليها. العقود بالمناسبة يا جماعة، العالم كله مش الصحافة العربية بس، من بعد ما صحيفة ذا صن البريطانية سربت تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، والتفاصيل حديث الناس كلها، لأنه ده أكبر عقد للاعب، مش للاعب، لإنسان لأي إنسان في أي شغلانة في التاريخ. يعني من أول ما اتقال إن البشر تاخد فلوس نظير عمل لأي مجال، بقول لكم، لأنه سنتين العقد يزيد عن مليار دولار. مليار دولار يزيد، غير التفاصيل الكاملة اللي بره العقد. يعني لما توصل إنه الراجل ياخد 15% من أسهم ملكية نادي النصر، دي بتقدر برضو بمئات الملايين. لما توصل إنك أنت بتحاسبه الباص ب55,000 دولار، الباص لو عمل تمريرة حاسمة ب55,000 دولار. طب لو جابها جون يبقى 110,000 دولار. وتزيد في السنة الثانية، هم سنتين، تزيد في السنة الثانية النسبة ل 200,000 دولار الهدف. ولو خد هداف الدوري ياخد رقم كبير جدا برضو بمجمل الأهداف اللي جابها. بقول لكم طبعا ناهيكوا على المزايا التانية المكملة، انه مستوى البيت ومستوى الطيارة ومستوى السيارات، و16 واحد في خدمته في البيت على كافة المستويات بقى، من طباخين لجناينية لعمال لمش عارف ايه. 16 فرد في خدمة رونالدو بأرقام مرتباتهم برضو مليونية. هم الأخرين يعني، اللي يجور السعيد يسعد. ده عقد بره التصور. عقد رونالدو ده عقد بره التصور وبره المنافسة وبره الكلام وبره الاحتراف. هو له مهام أخرى، لأنه المملكة في رؤية 2030 عايزة تستفيد بيه كواحد من سفراء المونديال القادم اللي السعودية تنظمه، سفير للمملكة العربية السعودية في الترويج والتنشيط السياحي، في مهام أخرى غير ملعب الكورة وغير فرقة النصر. عشان كده رونالدو الراجل يعني حس بالنعمة اللي هو فيها وقال لك أنا برتغالي بس أنا بنتمي للمملكة العربية السعودية، وأعلن انتمائه بشكل واضح وصريح للمملكة العربية السعودية. ونشر حتى صور له هو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وقال لك أنا بوجه له كل التحية وبوجه له كل التقدير على اللي بيعمله من تطوير. هنا أنت بصدد استثمار في كرة القدم بشكل مختلف خالص. ده نموذج منفرد ومتفرد لا يقاس عليه أبدا، مش في الاحتراف خالص يعني. خلينا في اللي احنا فيه. أحد المواقع نشر إنه في صحفي تركي بيقول زيزو في معروض على ناديين في تركيا والأهلي موافق. أنا معرفش، حتى الصحفيين التراك وهم الآخرين واضح إنه
مسهم شيء من الواقع بتاعنا، او بتتعطى له معلومات غلط او بيطلع على حاجه غلط. يا جماعه زيزو مش للبيع، والاهلي مش جايبه عشان يبيعه، ولموا الكلمتين دول. زيزو جه للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي بيدعم بيه فرقته وبيقوي صفوفه وبيحقق طموحاته هو وزمايله. شأنه كل اللعيبه اللي في الفريق. انت جيت للنادي الاهلي خلاص الامر انتهى، ما سبق ده اتقفل. الان انت مركز مع الاهلي، لا الاهلي عنده استعداد يبيع زيزو ولا عنده اي قبول لاي انفتاح على مناقشه اي حاجه تخص زيزو او تخص الهيكل الاساسي للفريق. واكدت لكم بمنتهى الوضوح الاهلي غير منفتح تماما على بيع اي لاعب من فريقه. تقول لي اذا جات له حاجه، اذا جات حاجه هتناقش، لكن الاقرب زي ما قالها المجري مصطفى عبده، الاقرب ان انت تحافظ على قوام فرقتك وسيبك من الكلام، لانه هيتزن كتير قوي على فكره انك لازم تدي فرصه ولازم وهتسمعوا الاغاني دي كتير الفتره الجايه. عايز اقول لكم على بعيدا عن بقى بصوا الفبركه والمكايدات والمهابرات والكلام الفارغ، لفت نظري الكلام اللي كتبه كابتن محمد الشناوي كابتن الاهلي. التحيه اللي كتبها موجهها لمحمد عبد الشافي كابتن الزمالك، وبيقول له الشخصيه القويه والانسان الكويس جوه الملعب وبره الملعب. يعني الحب اللي انت فيه والاحترام اللي انت فيه جوه الملعب وبره الملعب بيخليك قدوه لاي حد، وخلينا كلنا فخورين بيك وسعداء ان احنا لعبنا معاك. ده الشناوي كابتن الاهلي لمحمد عبد الشافي كابتن الزمالك. يعني بصوا عشان تشوفوا الى اي حد الانسان الكويس بيبقى مؤثر حتى مع المنافسين. محمد عبد الشافي قدم نموذج رائع جدا، زي ما قال له كابتن الاهلي، بيقول له انت ركزت في شغلك فقط، ما استمعتش الى اي كلام، ما دخلتش في اي مشاكل، ما فضلت مركز في شغلك فقط وفي التزاماتك. عشان كده وصلت لهذا السن مع فريقك، وخارج وانت مرفوع الرأس، لانه بتنال وتحظى باحترام الجميع. محمد عبد الشافي يستحق كل التحية والتقدير، ويستحق ايضا محمد الشناوي كابتننا كل التحية على هذه الروح الطيبة وهذه المسؤولية، لانه كمان لما تحيي نموذج طيب انت بتشيع مثل هذه السلوكيات بين الاجيال الجديدة وبين بقية اللاعبين. يعني كفاية قوي عمالين نصدر للاجيال الجديدة نوعيات الهلفطة والكلام الفارغ اللي بيحصل. واصلنا الاهلي ما رفعش راسنا. يا عم ما رفعش راسك ايه بس، وهي لسه راسك عندها استعداد تترفع. شكرا جزيلا لحضراتكم.